اهو شايفين الرز خطير وريحته وطعمه بالسمنة كده وابيض والفلفل الاسود. حطينا مرق دجاج بس هو طعمه خطير ومفلفل ورهيب. شايفين الكوسة القوارب جميلة جدا، ولادك ما بيحبوش الخضار هياكلوها. خطيرة بالكفتة، شايفين خطيرة ولا احلى. اهو جميلة جدا، وعلى الرز احلى اكلة بجد. تغيري بدل البطاطس كل شوية. اهو جميلة جدا، ولا اطعم ولا احلى، رهيبة. شايفين كفتة كده بالكوسة بالرز. طعمها تحفة بجد، تحفة. جربوها جميلة جدا. وريتكم كل خطوة، تابعوا الفيديو وشوفوا الطريقة ازاي هتطلع تحفة. ولادكم يشكركم عليها. سكر بجد، خطيرة ولا كأني كوسة، غير انك تطبخيها خالص. يعني انا كنت اعملها بشاميل، لا غيرت الطريقة وقلت دي مع الرز طعمها خطير. يلا جربوها بالهنا والشفا. اكلات ميرا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل وصفاتي. وسلام ومساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا. وعاملين كفتة حلوة قوي، نص كيلو كفتة وبصلة مفرية وبيضة واربع معالق بقسماط وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل، وهي عجناها حلو وزي القمر كده. وعملنا كوسة، قشرنا الكوسة وقورناها. بصوا التقوير بتاعها اهو، حطيناها تحت التقوير وحطينا بسيط ملح وفلفل في الكوسة كده بسيط اهو. هنعمل كده لصوابع الكفتة، وهنملى الكوسات بتاعتنا كلهم كل واحدة صباع، وهنسقيهم بصوص. هنعمله طماطميتين 3 مبشورين، بصلة مبشورة، وربع كوباية مية. وهنزود الصوص بتاعنا وهنحطها في الفرن. جميلة جدا طبعا، الكفتة خطيرة. شايفين نص كيلو كفتة يعمل بركة كبيرة. أفكار جميلة حلوة عشان ولادنا ياكلوا الخضار ويحبوه. مرضتش اسلق الكوسة، قلت لها سويها في الفرن وحط لها صوص كده، طماطم وبصلة مبشورين. هيعملوا نص او ربع كوباية مية وهيعملوا صوص حلو. وهنغلف كل الكوسات كده بالكفتة، هتستوي فيها وتتشوي، هتبقى سكر. يلا هنشوفها لما نخلصها. طبعا كل اللي بيقول كفتة وبتتكسر مني. بصوا نعجنها لغاية ما تعمل النسيج الحلو ده اهو. يعني مش بتاخد 5 دقايق عجين منك، تديها كام بوكس كده وتتلم. طبعا زي ما قلنا حطينا بيضة وبصلة مبشورة وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وشوية بقسماط، 4 معالق كده 5 معالق. يلا اهي جميلة جدا وعمرها ما تفك، وخطيرة خطيرة وجميلة جدا اهي. جميلة. الراجل جايبها دسمة، خلاص مش جايبها دسمة، ممكن تجيبي منه حتة انت تبشريها صغيرة وحلوة جدا، هتدي طعم. يلا نشوف اكلتنا لما نخلصها ونحطها في الفرن. جميلة جدا اهو. شايفين يا حبايبي عملت كمية حلوة جميلة جدا. طبعا احنا ايه نقلناهم للصينية الكبيرة دي الستانلس الحوض ده. عملنا فرشة طماطم وبصلة، بشرنا 4 طماطميات كده، وبشرنا بصلة وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وحيقناها حلو. وهنبتدي نرص رصتنا الحلوة الجميلة علشان ولادنا ياكلوا الخضار الجميل اللذيذ. شايفين؟ وهنزودهم ايه، وهنزودهم ب نص كوباية مية ولا كوباية مية يستووا فيه اهو. شايفين الجمال بجد تحفة. وحطينا الكوسة، القلب بتاع الكوسة حطيناه من تحت اهو. وطبعا عاملين صوص الطماطم والبصلة المبشورة من تحت. وهنزود بقى ايه
كوباية مية واحدة او نص كوباية، هنشوف. كل ما تعوز نحط، لو نحطها في الفرن على الرف يا حبايبي شايفينها استوت في الفرن، وهنولع عليها الشواية. يلا، خطيرة بجد، رهيبة. اوه على الجمال، واو بجد، واو تحفة. شايفين عطيناها وش دقيقتين الشواية بس، وهي تحت خالص عشان الشواية ايه ما تحرقهاش. شايفين خطيرة الكوسة المركب دي، جميلة، والصوص خطير، تحفة ولا اروع. يلا جربوها مع شوية رز بالشعرية ولا رز ابيض، وتحفة ولا احلى من كده. ونزلنا بمعلقة سمنة وغسلنا الرز بتاعنا، وبنقلبه. هنعمل ايه؟ رز ابيض من غير شعرية، حلو، بس هنقلبه شوية في السمنة لما يحمر كده وتشوح حلو. يلا هنزوده، نقلبه شوية كده. شايفين اهو، وطينا عليه ابتدى يقشقش كده، يحمر حلو الرز الابيض الجميل. يلا هنبدأ نزوده، وهنحط مرقة. عندك شوربة حطي مرقة دجاج، اوكي. يلا هنزوده، هنظبط ملحه وفلفل، وهنشوفه لما يستوي. اهو يا حبايبي زودنا الرز وحطينا ملح وفلفل اسود وحته جنزبيل، وابتدى يغلي اهو حلو قوي، وهنغطيه بيشرب. شايفين القوارب الكوسه بالكفته، خطيره، والصوص جميل جدا، والكفته اتشوت وجميله جدا، استوت تحفه، طعمها ولا اروع. والقلب بتاع الكوسه حطيناه تحتيها، جميله جدا اهي، خطيره. شايفينها خطيره. يلا بالهنا والشفا. والرز استوى جميل جدا، وادي الرز مفلفل. شايفين رز جميل جدا بالوحده، مفلفل وجميل. يلا هننقل اكلتنا الحلوه اهو. شايفين الرز خطير، وريحته وطعمه بالسمنه كده وابيض، والفلفل الاسود. حطينا مرق دجاج، بس هو طعمه خطير ومفلفل ورهيب. شايفين الكوسه القوارب جميلة جدا، ولادك ما بيحبوش الخضار هياكلوها، خطيرة بالكفتة. شايفين خطيرة ولا أحلى أهو، جميلة جدا. وعلى الرز أحلى أكلة بجد، تغيري بدل البطاطس كل شوية أهو، جميلة جدا ولا أطعم ولا أحلى، رهيبة. شايفين كفتة كده بالكوسة بالرز، طعمها تحفة بجد، تحفة. جربوها، جميلة جدا. وريتكم كل خطوة، تابعوا الفيديو وشوفوا الطريقة ازاي، هتطلع تحفة، ولادكم يشكركم عليها. سكر بجد، خطيرة ولا كأني كوسة، غير انك تطبخيها خالص. يعني انا كنت اعملها بشاميل، لا غيرت الطريقة وقلت دي مع الرز، طعمها خطير. يلا جربوها بالهنا والشفا. اكلات ميرا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل وصفاتي، وسلام.